ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. صلوا على النبي حبايبي. متنسوش في اللايك والاشتراك في القناة. عايزين القناة تكبر بيكم حبايبي. سيبوا لي كومنت حلوة كده وفي دعوة حلوة ولكم بالمثل ان شاء الله. بصوا حبايبي، احنا النهاردة هنعمل الغدا بتاعنا فراخ. بصوا زي ما شايفين كده، انا حطيت الحلة، المية غليت فيها. وطلعت الفراخ من محلول النقع بتاعها، ليمون وخل وملح. واديني سقطها في الحله بعد ما الميه غليت. تمام. هحط لها بصل، طماطم، ملح، فلفل. بس احنا مش بنحب اي منكهات فيها تانية، او زوجي مش بيحب اي منكهات فيها تانية. يعني ما بحبش ورق اللوري، زر ورد، حبهان او هيل. لا، ما بيحبش فيه الكلام ده. هو يعني ملح وفلفل، طماطمايه، بصلايه بس. ما بيحبش اي منكهات اخرى يعني. تمام. اديني بحط الفلفل الاسود. وانا الشوربه دي مش هستعملها بصراحه، يعني هستغنى عنها اصلا. الجو حراره ومش مستحب ان انا اعمل اي حاجه بشوربه الفراخ ولا اي بشرب بصراحه يعني دلوقتي. تمام حبايبي، زي ما شايفين كده اهو. بس اديها تقليبه بس عشان ندوب الملح. وهغطي عليها وهسيبها تتسلق مع نفسها. تمام. في اثناء ما احنا بنسلق الفراخ، هننقلها على العين التانية عشان نوسع لنفسينا كده. اهو يا حبايبي زي ما شايفين. هنعمل ايه يا حبايبي؟ النهارده هنعمل صينيه كوسه بالبشاميل. اه، صينيه كوسه بالبشاميل. تمام. بصوا يا بنات، احنا دلوقتي، انا جبت الكوسه. يعني كنت جايباها كبيره شويه. تمام. الاول غسلتها وقشرتها تقشيره خفيفه كده بالسكينه من بره. تمام. وبعد كده رحت قسمت الكوسه اتنين، والاتنين زي ما شايفين كده قدامكم. قسمتهم اتنين بالطول. تمام. قسمتهم اتنين بالطول اهو. انا سايبه واحده عشان اعملها معاكم، وعملت الباقيين قبل ما ابدا الفيديو عشان وقت الفيديو كده يعني. اهو يا حبايبي زي ما شايفين. بمعلقه صغيره، معلقه الشاي. وهنفرغ كل اللي في الكوسه ده. بصوا، هنا عندكم اختيارين. حضرتك عايزه تستغني عن القلب بتاع الكوسه، استغني عنه. لا، مش عايزه تستغني عنه. ممكن تحطيه في الارضيه بتاعه الصينيه اللي حضرتك هتدخليها الفرن. تمام. انا زوجي اصلا الكوسه ما بيحبهاش وما بياكلهاش طبيخ يعني، فانا حبيت ان انا اعملها بشكل مختلف. ان هي تتاكل يعني، والكوسه مفيده وكده، فحبيت اعملها بشكل مختلف يعني على اساس كل اللي في البيت ياكل منها، يعني انا وزوجي وبنوتي وكده يعني. الاسره الصغنونه دي. تمام كده. وقلنا تغيير برضو في الاكل يعني حبايبي، الواحد زهق من كل يوم نعمل ايه نسوي ايه في الاكل. طبعا كلنا كده، وحضراتكم كده اكيد برضو. تمام. طيب بعد ما خلصناها بقى، هجيب طاسة. هولع عليها كده وهنحطها على البوتاجاز وهنحط فيها معلقتين زيت. معلقتين زيت. تمام. هنسيب الزيت ده يسخن على البوتاجاز شوية. والكوسة اللي قورناها قاعدين هوريكم دلوقتي ان احنا شلنا القلب بتاعها. تمام. اهي. هنحط لها. حضرتك عايز تستغني عنها الخطوة دي تستغني عنها، بس هي بتدي الكوسة طعم حلو وتلاقيها كده مبهرة يعني. هنحط لها نص معلقة من الصغيرة، من المعالق الصغيرة اقصد. فلفل اسود. ونص معلقة ملح. تمام. وهننطق فيهم كده يعني. بصوا، هننطق البولة دي زي ما انا هعمل دلوقتي. اهو هننطق البولة كده. حضرتك عايزة تدعكيها بايدك ما مش هتفرق يعني، احنا دايما ايدينا على طول تحت الحنفية وبنشطف ايدينا دايما يعني. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي، وتعملوا احسن من كده بكتير. حبايبي، احنا بنذكر بعض بس مش اكتر والله. احنا كلنا ستات بيوت شاطرين واحنا بنذكر بعض. تمام. اهي الطاسة حطيت فيها شوية زيت. تمام. هدي الكوسة تشويحة. بصوا يا جماعة، انا مش عايزة الكوسة تاخد لون، انا عايزاها تتشوح بس. تتشوح بس، مش هديها لون. تمام.
في الحاله دي حضرتك عايزه تسلقيها اسلقيها، عايزه تديها تشويحه زي ما انا عملت كده اديها تشويحه. هي في كلتا الحالتين اصلا الكوسه هتنزل في الصينيه، هي الكوسه طبعا بتنزل ميه، فاهميني؟ بس هنحط لها بشاميل دلوقتي وهتستوي بالميه بتاعتها بالبشاميل، وحاجه كده وهم، وهم والله اكلت منها خطيره. وكمان زوجي اصلا ما بياكلش الكوسه، والله اكل منها وجميله جدا اهو زي ما شايفين كده. تمام. هي مش تاخد اصلا دقيقتين تلاتة في قلب الطاسه بس. هديها قلبة من على الوش وقلبة من على الظهر وتمام على كده. تمام. تمام ان شاء الله. اهو زي ما شايفين كده مع بعض. صلوا على النبي يا جماعه، ما تسرحوش مني، متنسونيش في دعوه حلوه كده في الكومنتات. عايزين القناه تكبر بيكوا حبايبي، عايزين لايكات كده عشان الفيديو ينتشر وناس كتير تشوفه. اهو طلعناها كده. اهو انا بوريكم، بقول لكم ان هي مش واخده لون، يعني احنا حاطط لها على الوش دي دقيقه، على الوش دي دقيقه وتمام على كده. اهو ده فلفل اسود طبعا اللي في قلب الكوسه دي، لو شايفين الكوسه غامقه ده فلفل اسود، لان احنا مبهرينها قبل ما بنحطها زي ما شفنا مع بعض كده. اهو كده. تمام. انا قفلت معاكم وكملت باقي الكميه عشان الفيديو مطولش. واديني بقول لكم ان انا طلعت الفراخ استوت وطلعتها. هنعمل مكانها طبعا، غسلت الحله وهنعمل مكانها بشاميل. هنعمل البشاميل. تمام. هحط معلقتين انا بس بخلي الحله على البوتاجاز شويه عشان المكان ما غسلتها كان فيها ميه. هحط معلقتين سمنه. تمام. معلقتين سمنه، مش عايزين صوص كتير اصلا بشاميل يعني، انا هعمل صينيه صغيره. ادي كل الكميه حبايبي، اديني اهو كل الكميه عملناها مع بعض. تمام. هحط معلقتين سمنه، معلقتين سمنه اهو، ومعلقتين زيهم دقيق. معلقتين سمنه، معلقتين دقيق. حضرتك عايزه تضاعفي الكميه تعملي كميه اكبر مني، حضرتك عيله اكتر مننا، هتضاعفي الكميه عادي يعني. هيبقى 4 معالق سمنه مثلا، 4 معالق دقيق. هتعملي بشاميل كتير او هتعملي صينيتين، يعني ممكن تبقى عيله اكتر من احنا يعني دوب 3 افراد في البيت. انا واعوذ بالله من كلمه انا وزوجي وبنوتي 2 سنين ونص، يعني مش بنعمل كتير والله. وتقريبا الاكل ده اصلا ممكن يقعد معانا يومين، يعني ممكن احنا طبعا انا زوجي الصبح بيطلع على الشغل بيفطر في الشغل، وانا برضو بفطر في الشغل انا واصحابي وكده. فممكن بنيجي يعني على الغدا وبتاع، ممكن هو يتعشى انا ما بتعشاش، فممكن يفضل معانا الاكل يومين. طبعا الجو حراره وكده، فالواحد ما يكترش اكتر من كده حبايبي، الحاجه غاليه ونحافظ على قد ما نقدر برضو. انا مش بقول لكم ان حاجه غاليه ان احنا ما ناكلش او كده، لا، بس يعني بيبقى بالعدل، فاهميني؟ احنا بندردش مع بعض اثناء ما بنعمل البشاميل اهو زي ما شايفين. بس فانا بعمل حبايبي الحاجه مثلا ممكن اعمل اكل غدا يكفينا يومين كده، فاهميني حبايبي؟ بس وبعدين انا نظرا برضو لظروفي ان انا شغاله وكده، ف بعمل اكل برضو يكفينا يومين يعني وكده، فاهميني؟ طيب بعد ما الدقيق ما خدش لون، لا ما سيبناهوش ياخد لون، يعني نطلع الريحه بتاعته. تمام. بعد ما دي يطلع الريحه بتاعته وشميناها كده ما ياخدش لون حبايبي، نزلنا عليه باللبن. انا مش هعمل كميه كبيره زي ما قلت لحضراتكم اني انا هعمل صينيه صغيره. تمام. ما تزهقوش من رغي، بس انا عايزه اوضح لكم كل حاجه والله. قلب قلب كده بشاميل. اديني سكت شويه اهو، نتفرج بس. تمام. اهو البشاميل استوى كده، هنزل عليه بفلفل اسود وملح.
فلفل اسود وملح، طبعا على حسب ما حضرتك عايزه، يعني على حسب ما بتحبي الحقيقه ازاي. تمام. تمام ان شاء الله. انا سامعاكم انتوا بتردوا عليا بتقولوا لي تمام. صح يا فنزاتي. اهو قلب قلب كده مع بعض. طيب بعد كده هنجيب ايه بقى؟ هنجيب الصينيه اللي بتدخل الفرن، اي صينيه عند حضرتك، بايركس، جرانيت، ألمونيا، زي ما انا بحب الألمونيا جدا على فكره، والتسويه بتاعته بتبقى رهيبه. بحب الألمونيا جدا في التسويه بتاعته، حلوه جدا. والصواني كمان في الكيكه خرابي جميله. وفي النظافه بتاعته بينضف بسرعه جدا على فكره والله، جميل جدا في النظافه. اهو هنرص كده الكوسه اللي عملناها. تمام. طيب هنحشي الكوسه دي ايه يا محور بقى؟ هنحشيها عصاج لحمه. هنحشيها عصاج لحمه. انا يا حبايبي زي ما بقول لحضراتكم، نظرا لظروف الشغل وكده، وان الحاجه بصراحه يعني لما بتبقى في البيت بتنقذ، نزل عليك كده فجاه، انتي مثلا مش قادره تنزلي، نسيتي حاجه بتاع، فانا بعصج اللحمه، بجيب كميه من اللحمه، بحط عليها، بفرم بصل في البيت في الكبه، لو حابه تفرمي فيها فلفل اخضر، حضرتك افرمي فيها. بعمل كده انا برضو، بفرم فيها فلفل اخضر وبصل واللحمه، واعصجهم على البوتاجاز، اسيبه لغايه لما الحل يعني العصاج يبرد، احطه في اكياس ثلاجه وفي الفريزر على طول. بصراحه يا بنات منقذ، والله العظيم يا جماعه منقذ. في حاجه زي كده، قبل ما انزل الصبح الشغل، اطلع مثلا الكيس او الكميه اللي انا عايزاها، اسيبها على رف التلاجة، اسيبها في المطبخ، المهم ان انا في اليوم اللي انا هستخدمها فيه اطلعها قبليها، اسيبها لغايه لما تفك. بص يا بنات بتنقذ اهو، زي ما شايفين كده قدامكم. ايوه، ده كنت مطلعاه قبل ما انزل الصبح، والله يا بنات بصراحه الحاجه يعني ربنا يديمها علينا نعمه. اهو الفلفل الالوان برضو بعمله زي كده، مانجا، برتقان، فراوله، بنفرز الحاجات دي بنخليها، بصراحه بتنفعنا وبتنقذنا. جاي عليكي حد مثلا، ما فيش حد ينزل يجيب لك مثلا ساقع، يجيب لك اي حاجه من تحت بتاع كده، بتطلعي اي عصير بتعملي. فحاجات بصراحه يعني جميله. ما عندكيش مثلا لبن، عايزه تعملي كيكه، بتطلعي البرتقان عشان تعملي كيكه بالبرتقان. حاجات والله يعني فعلا فعلا ربنا يديمها علينا نعمه يعني. في الاول والاخر برضه ربنا يديم علينا الصحه نعمه ان احنا بنقدر نعمل كل ده. اهو كده. بعد ما حطيت اللحمه، العصاج اللحمه في قلب الكوسه، هنزل عليه بالبشاميل. تمام. هي كده كده الكوسه هتنزل ميه، فهتستوي، ما تقلقوش، هتستوي صدقوني هتستوي. يا جماعه الصينيه دي وهم، وهم بجد، وهم بجد، جميله جدا وفيها قيمه غذائيه عاليه جدا. آه، لبن ودي والكوسة فيتامين، بروتين، لحمة، ففيها قيمة غذائية حلوة يعني. اهو هنوزع كل البشاميل كده اللي احنا عملناها. تمام. السباتولا دي جميلة، ما بتخليش اي حاجة لا في الحلة ولا في اي حاجة خالص، بتلم كل حاجة. اهو. تمام. اهو كده. تمام. عندي انا بقى ايه؟ عندي كنا جايبين جبنه رومي، بمسح بالفوطه لان كانت بتاعه المنزل بعيده عني، انا بحطها على الرخامه فكانت بعيده بقى عني، فالفوطه دي قريبه فقلت امسح بيها يعني. انا كده كده اصلا مخصصاها للمطبخ وكده، مش بمسح بيها اي حاجه. اي حاجه لو كانت رخامه ولا بتاع بمسحها فوطه تانية. تمام. بصوا يا حبايبي، هنا عايزه تحطي ميكس جبن حطي، عايزه تحطي موتزاريلا بس حطي. انا ده ما كانش عندي موتزاريلا او ميكس جبن، بجيبها دايما اخليها في التلاجة، فانا كنت ناسيه بصراحه، لسه ما جبتش مشتريات الشهر بتاعتي وكده. ف كان عندي الجبنه دي وتقريبا محدش يعني راضي ياكلها تاني، فخساره، ليه نرميها؟ نستغلها في اي حاجه. فانا اخدت كده منيها كام قطعه حطيتهم على الوش كده اهو، وهندخلها الفرن. تمام. بقى بقول لكم انا خلصت كده هدخلها الفرن.
اوكي. طيب الحله الصغيره اللي هي من ورا خالص دي حاطه عامله شوربه كدابه على اساس ان احنا نعمل ملوخيه. تمام. مش بحب اعملها بشوربه الفراخ بصراحه. ف عملت شوربه كدابه، مرقه وشويه ميه، ومن الحنفيه شويه ميه ومرقه وملح وكزبره، حطيتهم كده على اساس ان انا هعمل ملوخيه. تمام. الحله اللي عليها المعلقه الخشب دي هنعمل فيها شويه رز بشعريه. تمام. انا تحسبا قلت لربما زوجي يكتشف الموضوع ان دي كوسه، وان الكوسه لا مش حاببها او كده، واصلا ما بياكلهاش طبيخ. فقلت بدل ما اروح بيت ابويا النهارده وكده، فانا قلت يا بنت اخذ الشيطان واعملي له شويه ملوخيه وشويه رز، ربما ما يرضوش ياكل ده. انا البس في صينيه الكوسه، وهو ياكل ملوخيه براحته. بدل ما نروح يا جماعه وعلى اهو. طبعا الملوخيه والرز مفهومش اي افتكاسه، يعني كلنا بنعرف نعمل الكلام ده اهو كده. انا غسلت الرز، هنزل بالشعريه وبعد كده غسلت الرز. طبعا طالما حطيت الشعريه يبقى لازم تقفي جنبيها، الشعريه بتتحمر بسرعه اهو كده. كده انا خلاص بفنش الاكل، زوجي قرب يوصل يجي من الشغل، وانا بفنش الاكل كده. وحطيت الكوسه في الفرن. تمام. وده الغدا بتاعنا بقى اهو كده. نحط بقى الملح للرز. كده حطيت الملوخيه، نزلت عليها بميه من الحنفيه عادي. تمام. طبعا ما ينفعش ان انا مش هحط لها شوربه، اكيد الجو حراره وهيبوظ مني بسرعه. تمام. وانا اصلا الشقه عندي حر جدا، يعني تقريبا احنا لولا التكييف ما نقدرش نقعد في الشقه، الشقه عندي حر جدا. انا في رابع فوقيه سطوح يعني، والشمس محوطه الشقه من كل اتجاه. فوالله حراره جدا يا جماعه عندي. بس اهو كده. الرز هيغلي، هنوطي نديله تقليبه ونوطي عليه ونغطيه. تمام. انا بحط له مرقه كده اهو، زوجي بيحب في الرز مرقه، فانا حطيت له مرقه كده برضو. نتقي شرهم يا جماعه، نتقي شرهم. وهملح كده الرز اهو. والله يا جماعه كل حاجه مظبوطه، لا حاجه ناقصه ملح ولا زايده ملح، يعني الحمد لله. حاجه والله يعني مظبوطه جدا كده. انا كنت بظبط لكم الكادر بتاع التليفون، فمعلش ايدي لمست الكاميرا عشان انا بصور الكاميرا الاماميه، ما كانش غير انا وحور في البيت، يعني حبيت ان انا اتعامل. وهنا دي الملوخيه. دي ملوخيه يا جماعه متفرزه، يعني جاهزه. اقصد ان هي جاهزه، مش انا مفرزاها. دي ملوخيه جاهزه. تمام. هي اي نعم مش احسن حاجه، بس معلش برضو ها، برضو زي ما بيقولوا ان هي بتنقذ. وادي يا جماعه هو الفراخ. تمام. زي ما قلت لكم احنا بنعمل الحاجه على قدي انا وزوجي. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا بنات، تنسوش اللايك. مع السلامه، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.